اهلا بيكم في قناة سيدة المطبخ. النهاردة هنعمل معاكم عجة مصرية اصيلة بطريقة سهلة جدا. معانا هنا البصل ومعانا طماطم ومعانا التوابل ومعانا حوالي 4 بيضات ومعانا هنا حلة مضاف اليها زيت وشوية سمنة، وهحط عليها بقى البصلاية بتاعتي وابدأ ان انا احطهم على النار زي ما انتم شايفين كده. ببدأ ان انا اشوح فيها على ما البصلة معايا تتشوح. هبدأ اضرب البيض بتاعي زي ما انتم شايفين. ممكن اضربه بمضرب، ممكن اضربه بمعلقه، على حسب ما انت بتحبي. وابدا اضيف بقى التوابل بتاعتي عباره عن ملح وفلفل وشويه كزبره وشويه كمون زي ما انتم شايفين بالشكل ده، واقلبهم كويس جدا 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 جدا. وابدا بقى ان انا احط معايا الدقيق بتاعي حوالي مقدار كوبايه او كوبايه الا ربع، طبعا على حسب الكميه اللي انت هتعملي بيها العجه بتاعتك. طبعا دي طريقه مصريه. وابدا ان انا احط بقى نص كيس من الكيك شيف او البيكنج باودر. بالطريقه دي يا جماعه هتطلع معايا هشه من بره ومن جوه، وهتطلع طعمها خطير يا جماعه، خطير، وفيها قيمه غذائيه كويسه جدا. وابدا ان انا اقلب الخليط ده كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين اهو. ابدا بقى ان انا احط الخضره بتاعتي زي ما انتم محبين. ال3 انواع الخضره، في نوع مش بتحبوه ممكن تشيلوه زي ما انتم شايفين. احنا هنا حطينا كزبره وبقدونس زي ما انتم شايفين، وابدا اقلبهم كويس جدا. اول ما يتخلطوا معايا بالشكل ده اشوف بقى البصلايه بتاعتي لو اتشوحت، انا ابتدت ان هي تدبل معايا هنا اهو. ابدا احط الطماطمايه واديها تقليبه، ومعايا طبعا فلفل الالوان. ادي الفلفل الالوان بتاعي، وابدا ان انا اضيفه واديله التقليبه بتاعته واسيبه ان هو يتسبك معايا او يتشوح معايا. احط بس رشه فلفل اسمر واديله التقليبه زي ما انتم شايفين. ما شاء الله الوان خطيره، وقلت لكم فيها قيمه غذائيه خطيره وروعه وحلوه جدا للاطفال. طيب هنا اضيف بقى الخليط اللي كان على النار عندي بالخليط اللي هو بالبيض والدقيق. ما تخافوش لو هي سخنه عادي جدا، مش هيحصل حاجه للبيض. كده كده البيض داخله دقيق وداخله حاجات تانية زي ما انتم شايفين. ابدا ان انا اقلبهم كويس جدا. عايزه اقول لكم والله يا جماعه طعمها رهيب وخطيره جدا. اعتمدوا بس الطريقه دي هتحبوها وهتعملوها كل يوم. عندي هنا طاسه مجهزه عندي صينيه مجهزه بعملها نفس معامله الكيك بالظبط. رشه دقيق ورشه زيت، وابدا اصب فيها الخليط زي ما انتم شايفين، واسويها بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. ويكون الفرن سخن عندي على درجه حراره 180 حوالي نص ساعه، واحطها في الفرن زي ما انتم شايفين. وهتطلع معايا دي النتيجه النهائيه يا جماعه، خطيره خطيره. طبعا بقدمها مع ليمون مخلل، بجد تحفه 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 تحفه. ما ينفعش تتقدم مع حاجه تانية غير الليمون. وابدا ان انا اقطعها بقى على حسب التقطيعه بتاعتي او على حسب القالب بتاعي. انا هنا بقطعها مكعبات مثلثات على حسب طبعا انت بتحبي ايه زي ما انتم شايفين. بصوا الجمال، ايه ده روعه روعه. جربوها وامشوا معايا خطوه بخطوه بالفيديو ومش هتندموا، وهتنجح معاكم ان شاء الله من اول مره، لان هي سهله وبسيطه والمكونات كلها في البيت. وزي ما قلت لكم هنا بتتقدم مع الليمون المخلل. عايزه تاكليها بعيش، مش عايزه تاكليها عادي جدا زي ما انتم شايفين. ما شاء الله تبارك الله. طبعا ما تنسوش كومنت حلو منكم واللايك والشير، واكتبوا لي لو محتاجين اي حاجه نعملها لكم عادي جدا، او اي وصفه ليكم. وزي ما قلت لكم ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله. زي ما انتم شايفين خطيره يا جماعه.